يلا بينا نكمل جولتنا في المتحف المصري الكبير. بعد ما دخلنا المتحف وبعد ما مرينا بالبهو الرئيسي هنلاقي قدامنا الدرج الملكي الضخم، واللي مصمم كأنه طريق ملكي بيمهد لك الطريق لاستكشاف أعظم كنوز الحضارة المصرية. ارتفاع السلم واتساعه وطريقة الإضاءة بتخليك تحس إنك داخل ممر ملكي حقيقي. اللي بيميز الدرج الملكي إنه مش مجرد سلم فاضي، لكنه أشبه بمتحف مفتوح. على جانبين الدرج مع كل خطوة بتاخدها هتقابل مجموعة من أروع القطع الأثرية العملاقة اللي بتمثل مختلف الفترات الزمنية للحضارة المصرية. هتشوف تماثيل ضخمة ومسلات وجداريات ونقوش فرعونية بتروي حكايات الملوك والآلهة، وكل قطعة منهم بتحكي فصل جديد من التاريخ المصري القديم. ومن أبرز الآثار الموجودة على الدرج الملكي تماثيل ضخمة لملوك الفراعنة زي الملك سنوسرت الأول ومنحوتب الثالث وتحتمس الثالث ورمسيس الثاني، ومسلات فرعونية أصلية، والمسلات كانت رمز للقوة والعظمة في مصر القديمة. كمان هنلاقي جدران ضخمة منقوشة من المعابد الفرعونية، يعني في المتحف هنشوف أجزاء أصلية من معابد فرعونية منقوش عليها مشاهد للحياة اليومية والاحتفالات الدينية وكمان المعارك الحربية. كمان هنشوف نماذج لتمثال أبو الهول الصغير على الدرج الملكي، وابو الهول بيمثل القوة والحكمة اللي كانت بتتجسد في شكل الأسد براس إنسان. وهنشوف كمان تماثيل للكهنة والآلهة زي الإله حورس والإله حتحور. وهنشوف كمان مقتنيات من الدولة القديمة والوسطى والحديثة علشان الرحلة التاريخية تكون متكاملة، بداية من الدولة القديمة وقت بناء الأهرامات مرورا بالدولة الوسطى وصولا إلى الدولة الحديثة اللي شهدت أزهى عصور مصر القديمة. كل خطوة على الدرج الملكي هتخليك تحس إنك بتتنقل بين عصور الفراعنة وكأنك عايش وسطهم، وكل قطعة موجودة عليه بتحكي جزء من قصة مصر العظيمة. مع نهاية الدرج الملكي هتوصل للأقسام المختلفة في المتحف، ومنها قاعة توت عنخ آمون اللي بتضم كنوزه الكاملة لأول مرة في مكان واحد، واللي هنشوفها يوم 2/7 بعد افتتاح الرسمي للمتحف، بجانب أقسام بتعرض أروع ما قدمته الحضارة المصرية عبر آلاف السنين. في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن ال 12 قاعة الموجودين وهنصور أبرز الآثار الموجودة فيهم. استنونا.